تعالوا بقى نعمل حلاوه طحينيه في البيت بمكونات بسيطه جدا وهتطلع احلى من الجاهزه بكتير. انا اول مره بصراحه اكل الحلاوه الطحينيه وتطلع جميله بالشكل ده، والاولاد كمان عندي حبوها. يلا بقى نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه عندي هنا كوبايه من الحليب البودره، كوبايه كامله، وهنضيف عليها كمان كوبايه من السكر البودره. هنقلب بقى السكر البودره مع الحليب البودره كويس جدا. طبعا لو ما عندكيش سكر بودره جاهز تطحني السكر البودره في الخلاط عندك في المطحن، وبعدين تنخليه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي حبيبات من السكر، لان السكر اللي احنا بنشتريه من بره بيبقى فيه نسبه نشا وكمان بيبقى ناعم جدا ما فيهوش اي حبيبات من السكر، لكن احنا بنطحنه في البيت احيانا كتير بيبقى ما بيتطحنش كويس. دي خطوه مهمه ان انتي تنخديه. هنقلبهم بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده مع بعض لغايه بقى كده اما تختفي حبات السكر مع الحليب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا المكون الاساسي بقى اللي بيدينا طعم الحلاوه الطحينيه الطحينه الخام. طبعا هنحتاج كوبايه من الطحينه الخام، هننزل بحبه كده ونقلب وحبه ونقلب لغايه اما نشوف قوام الحلاوه اللي احنا عايزينها هيبقى معانا ازاي. شايفين هنا كده كمان لسه محتاجه حبه طحينه، هضيف لها كمان حبه اهو. يعني الكوبايه كده هنقسمها شويه شويه لغايه اما نظبط قوام الطحينه الحلاوه الطحينيه معايا بالشكل ده. هنقلب كويس جدا. طبعا نحتاج كمان اهو، هي تقريبا هتحتاج الكوبايه كامله من الطحينه، وهنقلبها بقى بالشكل ده. احنا عايزينها تبقى مرمله زي ما انتم شايفينها كده. يبقى انا كده ضفت كوبايه كامله من الطحينه. تمام، خدت بقى قسمت كده الخليط اللي احنا عملناه لجزئين، خدت جزء منه حطيت عليه معلقه من الكاكاو الخام وبقلبه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان يبقى معايا جزء بالشوكولاته وجزء ابيض عادي كده من غير شوكولاته. ابتديت كده اقسمها بالشكل اللي انتم شايفينه واضيف هنا كل جزء كده جنب التاني، يعني جزء شوكولاته وجزء ساده عشان يديني شكل حلو كده اما اكون بقطع الحلاوه الطحينيه بتاعتي. شايفين انا باخدها كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين، وهي طبعا حلوه جدا. لازم تقعد بقى في التلاجة اقل حاجه ساعتين علشان تقدري ان انت تقطعيها. شايفين هدخلها بقى التلاجة واسيبها لمده ساعتين وبعدين هوريها لكم عامله ازاي. طبعا كان عندي بقى واحده تانية كنت عاملاها في التلاجة قبلها. شايفين بقى واحنا بنقطعها شايفين الشكل بتاعها حلو جدا وطعمها بقى خطير. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.